السلطان 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 يا مساء الفل والنشاط، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد كده. يا رب تكونوا كويسين وبخير. راجعه لكم بقى فيديو جديد كله نشاط كده. هنعمل مع بعض حاجات كتير قوي، هنعمل اكل حلو، هنقضي يوم بصوا صيفي يعني زي ما قال الكتاب. اول حاجه، لو انتي اول مره بتشوفيني، احب اعرفك ان انا اختك شيماء، ويشرفني ان انتي تشتركي كده معايا في القناه وتبقي اخت من اخواتي. النهارده بقى يا بنات انا بدأت اليوم بتاعي من بالليل. انا غسلت الهدوم، الغسالة بتاعتي بصوا باظت. فحماتي بقى بعتت لي الغسالة بتاعتها. دي غسالة قديمة كده كانت بتبقى ركناها يعني وقت الأزمات. فبصوا بقى بغسل عليها. هي بتنضف بصراحة، هي بتنضف كل حاجة، بس طبعا انتوا عارفين متعبة جدا. يعني ربنا يجازي بقى أمهاتنا كده اللي كانوا بيغسلوا زمان كده عليهم على ايديهم في الغسالة دي، لان بجد متعبة جدا، يعني بتعمل بهرجة كده. الواحد ما بيحسش بقيمة النعمة غير فعلا لما بتروح منه. يعني ان احنا كنا نفتح الغسالة كده ونحط الغسيل ويطلع مغسول، عايزة اقول لكم ان هي نعمة كبيرة. انا استخدمت هنا مسحوق باهي. بصراحة ما شاء الله رغوته جميلة وريحته حلوة وبينضف الغسيل. فكنت بقى نقض الغسيل. بغسل بقى الابيض الاول، الفواتح، ميه الدهول ارميها اعمل غيرها، وبعد كده الغوامق. وقعدت بقى ايه في الموال ده طول الليل. وسبت الهدوم، عايزه اقول لكم ان هي بتتصفى تماما، يعني سبتها لتاني يوم. يعني ده تاني يوم الصبح كده اول ما صحيت، رحت واخده بقى الغسيل علشان كانت صفى تماما. لاني انا عندي تحتي على طول في محل، فما ينفعش ان انا يعني انشر الهدوم كده. طبعا انتوا عارفين كمان ما بنقدرش نعصر على ايدينا كويس زي الغسالة. فيعني حرام ان انا ايه ابهدل الدنيا كده خالص، فسبتها تتصفى خالص. تاني يوم الصبح بقى دخلت كده البلكونة، كنستها ورحت يعني نشرة الغسيل على طول. كان الجو عايزة اقول لكم جميل. النهاردة الفيديو بجد كله نشاط. بصوا كان يوم النظافة بقى، يوم التنظيف كده العالمي. رحت على طول بقى منزله الفلاتر بتاعه التكييف، قلت بقى اغسلها. بصوا التراب، عايزه اقول لكم كانت يعني معبيه كميه تراب يعني جامده بصراحه. غسلتها بقى كويس قوي. ورحت كمان حاطه كده عليها شويه شاور في الاخر علشان تتغسل حلو، واتاكد ان كل التراب نزل منها وتبقى نظيفه. يعني بصوا بقى فله. الحاجات دي بتفرق جدا في كفاءة الأجهزة بتاعتك، يعني تنظيف الفلاتر لأي حاجة بقى، سواء مروحة، تكييف، غسالة، تفرق جدا في كفاءة الجهاز نفسه. فسبتها بقى تنشف خالص. وعايزة اقول لكم كمان ان انتوا ممكن بعد ما تنشف خالص وتتأكدوا ان ما فيهاش مية، ان انتوا ممكن تعطروها قبل ما تركبوها، تخلي كده في ريحة حلوة. وعايزة اقول لك كمان ما تنسيش تغسلي الوحدة الخارجية نفسها. كمان بقى جبت المروحة، بصوا يعني حالتها صعبة صعبة، يعني مليانة تراب. وهنغسلها بقى وننضفها كده مع بعض. حبيت اجيبها بالتفصيل علشان يعني اللي مش بيعرف يغسل المروحة او بيعرفش يفكها نفكها مع بعض. فكيت الجزء كده الخارجي، وبعد كده شلت بيبقى فيه حاجة كده بتلف، شلتها. شلت كمان المروحة. شايفين كمان الأداة دي بتبقى ماسكة، يعني في واحدة قبل المروحة الريش، وفي واحدة بعديها على طول. فبالراحة كده فكي كده. تلاقي في ناحية بتفك وناحية بتربط، اربطي كده بالراحة وفكي وهتبقى الدنيا تمام. الناس اللي بتبقى خايفة ان هي تستخدم مية على اي جهاز عندها، براحتك، ممكن تجيبي كده فوطة تكون مندية بسيط قوي وتبدأي تنزلي التراب. انا عملت الخطوة دي، انا هغسلها بصراحة، بس حبيت ان انا مدهولش الاسبونشة بتاعتي كلها تراب. فقلت انزل كده التراب الجامد ده من عليها الاول، وبعدين هغسلها بالصابون. طبعا كان فيها بقى تراب وعامل وبر ودهوله جامده قوي.
مسكت بقى الاسبونشة كده، دي قطعة بلاستيك يعني عادي يعني ما كنتش قلقانة وانا بغسلها. في ريش بتبقى يعني حديد او معدن، دي خدي بالك ما تجيش يعني ما تجيبيش عليها ميه، لكن هنا دي بلاستيك بتاعتي، فيعني كنت بغسلها وانا مطمنة. غسلتها كويس جدا وهسيبها تتصفى كويس خالص. اهم حاجة ان انتي كل حاجتك تبقى يعني متصفية كويس جدا، بالذات الاجهزة، علشان لا قدر الله مفيش حاجة منك تصدي او تبوظ. الحتة بقى بتاعتي كده كنت كل شوية بغسلها وانشفها واعصرها وكده. المروحة بقى نفسها يعني الجزء الخارجي ده جزء معدن، فمش هينفع بقى ان انا اجيب عليه مية زي ما قلت لكم، ممكن يعني يصدي او حاجة، فمش هخاطر بصراحة. فالحتة كده زي ما شفتوا غسلتها وعصرتها كويس، وببدأ اني انا انضفها كده والمعها. بصوا يعني بتبقى معاكي فلة من غير اي يعني مجهود او اي حاجة خالص. الاجزاء البلاستيك اللي انا كنت بربط بيها برضو مسحتها كويس قوي. ما فاضلش كده غير الجزء بقى اللي هو كان بره، ده كان عليه صراحة بصوا يعني تراب وعامل وبر كده شوية، فكنت حاسة انه مش قادرة اطلعه كويس بحتة الحتة القماش اللي كانت في ايدي. فجبت بقى فرشة وبدأت كده اني انا عارفين رايح جاي كده بقى ينزل كل الوبر اللي في الريش نفسها كده، اللي في المروحة كده، وبدأت تنضف خالص معايا. وبدأت بقى بالحتة برضو ان انا اغسلها يعني امسحها كده كويس، واتأكد ان مفيش اي تراب خالص. في ناس بتستصعب كده فك المروحة وبتستنى جوزها هو اللي بيجي يفكها لها او كده، فعايز يعني حبيت ان انا اوريكم ان الموضوع سهل جدا. سواء مروحتك بقى بيبقى فيه عارفين مراوح ماسكها كده مسامير او بكليبسات، هي واحدة. يعني انا عندي مراوح تانية بس كانت جينا نشغلها اول الصيف لقيناهم وقفوا فبيتصلحوا، غير المروحة دي لما يجوا في يعني ليها طريقة فك مختلفة، برضو ممكن ابقى اشارك كده معاكم طريقة فكها ايه. بدأت بقى ان انا اغسل العمود نفسه كده كويس بالسلك بتاع المروحة، واتأكد كده ان كل حتة نطفت ما فيهاش اي تراب خالص، وهمسحها كويس قوي. وبصوا عايزة اقول لكم ان فعلا بيفرق قوي قوي غسيل الريشة والمروحة وكل ده، بيفرق جامد. بتحسي ان في ريحة نظافة كده لما بتشغلي اي حاجة، سواء بقى زي ما قلنا تكييف مروحة الحاجات دي. ولان لما بتشغليها وحاجة مطربة عارفين بتعمل ريحة تراب كده، وبيبقى فيه الجو تحسوه مكتوم، غير بجد لما بتنضف خالص. حطيت بقى الجزء الاخراني كده بالشكل ده، وسندته بالجزء البلاستيك، يعني زي ما قلت لكم قبل الريش دي في جزء بلاستيك قبلها وفي بعدها، وبدخله كده. وخدي بالك لازم تدخليه جوه شوية كده بيعمل تكة، وبعدين بتروحي رابطة عليها كويس قوي كده. الجزء بقى الخارجي ده زي ما قلت لكم في جزء بيبقى فيه مراوح بمسامير كده بتتربط بتتلف، وفي بكليبسات. المروحة بتاعتي دي فيها كليبسات كده، فبحط الجزئين على بعض كويس قوي كده وبروح قافلة بالكليبسات بمنتهى السهولة. يعني انا جبت معاكم بصراحة الفك والتركيب علشان قلت لو حد يعني ما بيعرفش يفك المروحة ولا حاجة الموضوع سهل قوي. شايفين بقى النظافة والجمال، بصوا بتلمع ورجعت جديدة كلها كده، اتغسلت واتنضفت خالص. والريش نفسها قبل ما اركبها كانت نشفت، وبرضو يعني زيادة اطمئنان جبت كده فوطة مطبخ كانت نظيفة وناشفة، ورحت برضو عايدة عليها تاني عشان بتأكد يعني مفيش مية خالص. حطيتها بقى دي في أوضة البنات واشتغلت اهي وجايبة هوا، يعني بصوا جميل. الشقة ما روّقتهاش بصراحة في اليوم ده، يعني أنا كنت مروّقاها قبل ما أبدأ الغسيل بالليل. فأنا بدأت يومي كده كانت البيت نضيف، بدأت على طول بقى في غسيل الفلاتر والمروحة، يعني عِدت كده على الشقة. أنتم عارفين الولاد بقى ربنا يخلّيهم، اللي بس لو في يعني حاجة اتعوجت والّا حاجة، رُحت مولعة عود بخور. بُصّوا عايزة أقول لكم إن الفكرة بتاعتي دي أنا عاملة الكوباية دي للبخور بس، فباولّع عود البخور وباحطه بُصّوا بالشقلوب،
عايزة اقول لكم دي جميلة، بتخلي الريحة حلوة جدا وتوزيع البخور جميل ومش بيوقع فتافيت ولا يدهولك الدنيا خالص. كمان للي مش بيحب البخور حبيت اشارك معاكم المعطر ده حلو جدا ورخيص. هو دلوقتي بدأ يغلى شوية، انا كنت بجيب اللتر، هو ده لتر كامل، كان تقريبا بيبقى عامل 22 25 وريحته حلوة قوي. ده كان اسكيب، فريحته جميلة، بحط كده شوية منه في البخاخة على شوية مية وببدأ اعطر الحاجة. حبيت اقول لكم ان انت لو عايزة التعطير بتاعك يفضل مدة اكتر كده في الحاجة، ما ترشيش عارفة في الهوا كده، لا يعني رشي على الستارة نفسها، على المفروشات نفسها. ده الريحة بتثبت اكتر في الحاجة لما بتكوني معدية او بتكوني قاعدة، بتلاقي الريحة اكتر وظاهرة اكتر. يعني كده الدنيا كانت تمام خالص، وكان عندي شوية مواعين كده رحت شطفاهم وحطاهم كمان في غسالة الأطباق. كل الكلام ده أنا عملته قبل الفطار علشان الدنيا كده كانت رايقة خالص معايا، عشان بقى لما أدخل إن شاء الله أبدأ في الغدا يبقى الدنيا كده رايقة معايا وهادية وأعرف أنجز المطبخ بالذات. بصراحة لما بيكون مكركب أو عندك مواعين ما بتعرفيش تخلصي على طول وتعملي الغدا. فالنهارده قعدت افكر اعمل اكل ايه يكون سريع مقفش كتير. فهنعمل ايه بقى؟ هنعمل فتة سوري، وهنعمل كمان كفتة، عملت تومية. كل الحاجات دي انا كنت عاملاها معاكم بالتفصيل في الفيديوهات قبل كده. اللي بقى محتار او عايز يعرف اي طريقة للحاجات دي، يعني اي حاجة معينة كده، اكتبولي تحت في التعليقات وممكن اكتب لكم رابط الفيديو اللي في الطريقة او اقول لكم الطريقة نفسها. عملت شوية رز بسمتي بقى، بصوا هنا اللي كانت بتقطع السلطة. عملت شوية رز بسمتي، قلت اعمل بيهم الفتة وكمان تحت الكفتة، وهعمل شوية كفتة وشوية بطاطس محمرة وخلاص على كده. انا كنت حاطه البطاطس في الاير فراير، يعني انا دايما بصراحه بقيت احب اعمل الكفته في الاير فراير، بس كنت عايزه انجز بقى بما اني كنت مشغله الاير فراير فيها البطاطس، فقلت طب اسوي بسرعه الكفته كده على الجريل. فسويتها. يعني كمان حبيت اقول لكم اني اهم حاجه التسويه، مش انت هتسوي فين، سواء هتسوي في جريل او في الفرن في اير فراير، اي حاجه خدي بالك بس انت من التسويه، درجه الحراره تبقى مظبوطه. وقلبي كده الحاجه ما تسيبهاش عارفه تتحمص خالص وبعد كده تقلبيها، بيفرق بقى في طراوه الكفته بالذات. يعني اللحوم عايزه درجه حراره مظبوطه وتقلبي في الحاجه كده باستمرار. حطيت بقى الفتة، عملتها ازاي؟ جبت شوية تومية عليهم شوية عيش، ده كان عيش شامي حمصته انا في الاير فراير من غير يعني زيوت ولا حاجة. وبدأت كده انزل بشوية من الرز، وهحط بقى المفروض يعني الفتة دي ممكن تعمليها بشاورما، شاورما لحمة، شاورما فراخ، لو عندك ناجتس ماشي، يعني اي حاجة موجودة عندك في البيت ماشي. انا كان عندي كده كام قطعة من البرجر بتاع الفراخ، فكنت عمالة اقول اعمل اكل ايه النهاردة، فكان عندي نص كيلو لحمة مفرومة، فطلعت اللحمة المفرومة وطلعت قطعتين البرجر، كده كده كنت هعمل رز مع الكفتة. فعارفين بقى شغلت الذكاء ان انا يعني عامله اكل كتير بقى وتعبانه وكده، فقلت بما اني كده كده عندي يعني هعمل الرز، فاحمر كده كام قطعه البرجر بتاعي واعمل بيهم فته. وكان طعمها حلو قوي. عملنا بقى طبقات كده من التوميه والبرجر، حطيت شويه كاتشب كده على الوش، وكده طبق الفته بقى جاهز معايا. الكفتة بقى كانت استوت، حبيت برضو اقدمها كده ايه بشكل مختلف شوية عن اللي انا كنت بقدمها بيه على طول. فحطيت كده شوية من الرز في طبق ويعني عارفين زينته كده من الحروف بعيش شامي. بس بقى بوريكم تسوية الكفتة يعني جميلة. وبدأت بقى احط كده زين، يعني عارفين كنت عايزة ادلعهم النهاردة بصراحة. احنا قعدنا بقى يعني الاسبوع ده بنذاكر يعني كده، بنجهز لامتحانات اخر السنة. ربنا معاكم يا رب كده ومعانا، وينجح كل الولاد ويفرح كده يعني قلوبنا بيهم. انا عارفة الاسبوع ده ضغط بصراحة، ضغط علينا وعليهم، ويعني ربنا يعديه على خير يا رب.
فبصوا بعد ما يعني كنت برصه كده بطريقة عجيبة، فعدلت الرصة بالشكل ده. كان عندي كده حبة مكسرات صغيرين باقيين، ماما كانت مدياهم لي كده قبل رمضان، فرحت جايباهم محمراهم كده في معلقة زبدة، ورحت حطاهم كده على الكفتة. يعني عارفين بقى جو ايه عزمهم النهارده بره يعني. عارفين احنا لما بيبقى لينا مزاج كده ندلع الولاد وندلع البيت، بندلع بصراحة. ولما مبيبقاش لينا مزاج او قافلين بنكروت، يعني احنا الستات حابة تنجز بتنجز، حابة تكروت بتكروت. وحطيت بقى شوية الرز كده باقيين برضو، والبطاطس اهي طلعت، وهنا هنا اللي كانت عاملة السلطة. والحمد لله. ربنا يطعم يا رب كل جائع على وجه الأرض، ومتنسوش ندعي لإخواتنا بالنصر القريب العاجل يا رب بإذن الله. الأكل والله يعني كان جميل، مش عشان أنا اللي عاملاه. وبسيط، يعني أكل بسيط وجميل، وكمان أكل صيفي. يعني عارفين الصيف بصراحة بنتجه للأكلات اللي هي ما نقفش كتير في المطبخ، والأكلات اللي ما نتحرش واحنا بناكلها. بعد بقى ما يعني اتغدينا، أنا كنت جايبة شوية توم، وكنت عارفين كسلانة عليهم خالص، فقُلت يالّا بقى يا شيماء قومي كده تشجّعي عشان ما يبوظوش منِّك. رُحت فرماهم، أنا كنت مشاركة معاكم التوم بتاعي قبل كده. أنا بافرمه التوم وباحط عليه زيت وملح أبيض وكزبرة، كزبرة ناشفة. الطريقة دي عايزة أقول لكم لو قعدت معاكِ بالسنتين وأكتر، ولا بتعمل ريحة ولا بتغيّر لون ولا بتغيّر طعم، وبجد منجزة جدًا. دي الكمية كده اللي أنا عملتها وقفلتها وشِلتها في الفريزر. قعدت بقى ارتحت شوية. كنا جايبين آيس كريم، الآيس كريم ده إحنا كلناه يعني عند حماتي وعجبنا جدًا، فجبنا كده إحنا كمان. ده آيس كريم العبد يا بنات، بجد رائع بقى وموفّر. أنتم عارفين الولاد كل شوية عايزين آيس كريم. أسعار الآيس كريم بصراحة بقت غالية كمان تحت في السوبر ماركت. فده جميل بقى، بيبقى عندِك في البيت، بيوفّر فلوس، بيوفّر كل شوية نزول وطلوع. حلو أوي. العلبة دي ما شاء الله كبيرة أوي، العلبة كان سعرها 155. جبنا كمان البسكوت ده، البسكوت يعني الباكيت ده بيبقى تقريبًا فيه 19 بسكوتة، 20 بسكوتة، سعره باين 17 جنيه. فجميل بقى. بعد كده ما خلّصنا الأكل وكل حاجة، قُلت كده أدلّع البنات، وعملت لهم كده شوية آيس كريم. وأنا وباباهم كَلنا برضه، بس كمان شوية كده. فجميل بجد الآيس كريم ما شاء الله جميل. وعايزة أقول لكم إن حتى لو ده صعب عليكم إن أنتم تجيبوه، أنا كنت منزّلة معاكم طريقة آيس كريم حلو جدًا، يعني من غير كريمة ولا حليب مكثّف، ولا أي حاجة، وسهل واقتصادي من الفاكهة بس الموجودة في البيت. طريقته سهلة أوي. هاسيب لكم برضه اللينك بتاعه علشان لو عايزين يعني ترجعوا له. كنت عاملة معاكم كذا طريقة للآيس كريم وكذا طعم. يعني قدّمت معاكم أطعمة كتيرة للآيس كريم، إن شاء الله برضه هاسيبها لكم علشان لو عايزين تعملوها. لإن طبعًا الصيف والولاد كل شوية بيبقوا عايزين عصاير وآيس كريم، فالحاجات دي بتبقى حلوة بصراحة في البيت. الآيس كريم كان جميل بصراحة، ما شاء الله جميل. والحلو فيه عجبني فعلًا إن السكر بتاعه مضبوط. عارفين في آيس كريم كده بيبقى مسكّر أوي، ما تقدريش تاكلي منه كتير، لكن ده كان جميل والسكر بتاعه مضبوط. حبيت أوريكم كمان أنا كنت جايبة الكوبايات دي للبنات. قُلت بقى عشان إيه، الصيف لو نازلين مثلًا رايحين درس والّا حاجة، والّا إحنا نازلين حتى في الشارع، أحيانًا بيبقوا عطشانين عايزة أدّيهم مَيّة، عصير، فدي حلوة ومحكمة الغلق كده وجميلة. جِبت واحدة لهنا وواحدة لجنى، فحبيت أوريه لكم. اليوم كده خلاص كان خلص الحمد لله، وكنت أنا كمان خلاص خلصت. نشغّل بقى جهاز الناموس بتاعنا وننام. مش عارفة إيه حكاية الناموس، مش عارفة عندي أنا والّا عندكم أنتم كمان. يعني الناموس عندي دلوقتي مش عارفة، كل شوية بالاقي الناموس وكبير كده وبيوجع وغريب. المهم جِبت جهاز الناموس ده، الجهاز نفسه كنت جايباه ب40 جنيه، وجِبت السائل ده كمان برضه، السائل ده كان ب40 جنيه، بس فعلًا طلعوا حلوين. يعني لمّا بدأت أستخدمه لأ الحمد لله، يعني بنسبة مثلًا 80% ارتحت جدًا عليه. باتمنى يكون النهارده الفيديو واليوم عجبكم كده.
اتشجعتوا وخدتوا أفكار منه حلوة. لو وصلتِ لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك، وتكتبي لي كده كومنت جميل منِّك، واللي مش مشترك اشتركوا بقى كده في القناة وخلّوا الجرس يرن عشان ييجي لكم كل الفيديوهات الجديدة، واستنوا إن شاء الله بقى الفيديوهات الجاية بنعمل أفكار حلوة وهنتنشط كده في الصيف مع بعض. يا رب تكونوا كده بقى اتبسطتوا من الفيديو، إن شاء الله استنوني بقى في الفيديوهات اللي جاية، وباي باي، تصبحوا يا رب على ألف خير.